بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ماشي ايدك بتاكلي. طول ما ابني بعيد عن البيت ما تمديش ايدك في اكل. ازاي يعني؟ انا جعانه بقالي يومين ما اكلتش. هو كده ما تمديش ايدك في الاكل ده. طب ايه السبب؟ طيب يا حماتي فهميني. السبب ان انت مبذره، تعملي فراخ ورز واكل كتير وتلغيه وتاكليه. السبب يا حبيبتي ان ابني مش هنا، وطول ما ابني ماهوش هنا ما تحطيش حاجه في بقك لما هو يجي. يعني انا هفضل مستنيه ابنك لحد ما يجي من الشغل؟ طب افرض ابنك مسافر وقاعد في السفر سنه. لا، ابني في الشغل وزمانه جاي. الزوجه الاصيله ما تحطش حاجه في بقها لما جوزها يكون موجود وهو ياكل الاول كمان. بس ابنك عارف ان انا مريضه وباخد علاج، وعارف ان انا لازم اكل في ميعادي علشان اخد علاجي في ميعادي. تاكل الفراخ دي كلها؟ ده انت قويه ومفتريه. لا انا مش هاكل كله اكيد، يعني انا سايباه علشان لما يجي يكون الاكل جاهز، لكن انا هاكل حاجه بسيطه يعني. عندك عيش وجبنه، عيش ومش كلي. انا قلبي تعبني وما بقدرش ان اكل حاجات حادقه كتير، وبعدين المش بيحرق قلبي. مفيش، الاكل ده ما تجيش جنبه. حماتي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بس حرام عليكي، ده نفسي اكل لقمه طول النهار واقف في المطبخ. بقول لك ايه، المسكنه دي يلا قومي، الاكل ده حطيه في التلاجة لما ابني يبقى يجي. قومي يلا. حاضر. عايزه تاكل وتشرب وتلغ فراخ ورز وده، وابني يا حبيبي شقيان وقاعد في الشغل، يا ترى بياكل ولا ما بياكلش؟ يخلي عندها دم وتحس شويه، ما مش غلطانه. حمايه اتفضل يا حمايه. يرضيك كده يا حمايه؟ حماتي مش عايزه تاكل لي لقمه، انت عارف ان انا باخد علاج طول النهار واقف في المطبخ لحد ما رجلي وجعتني. هموت واكل لقمه يا حمايه عشان خاطري. ازاي مش عايزه توكلك؟ هو الاكل بتاع ربنا، دي نعمه ربنا، الواحد يحوشها عن حد. بتقول لي كل عيش ومش، وانت عارف ان انا قلبي بوجعني ومحرقني من العيش والمش. انا عملت لقمه اكلها تقول لي استني جوزك. طب ما جوزي عارف ان انا باخد علاج، وبعدين جوزي ما يرضوش الحال المالي اللي انا عايشه فيه ده. طب وانت يا بنتي ما اكلتيش وخدتي العلاج ليه؟ اكل ايه بس يا حمايه؟ بقولك منعاني من الاكل، منعاني. منعاكي؟ لا حول الله يا رب. لا يا بنتي ما ينفعش، مادام بتاخدي علاج، وحتى لو ما بتاخديش علاج هو ينفع يبقى فيه خير ربنا موجود والواحد يحوشه من حد عايز ياكل؟ لا يا بنتي ما ينفعش. انا هشوف الموضوع ده، ولو كده اخش انا اجيب لك الاكل. انا تعبانه قوي والله العظيم، حاسه ان انا دايخه وحاسه ان انا هيغمى عليا. كل يوم تقعدني لحد العشاء، لما اذان العشاء يأذن تقول لي ما تاكليش غير لما جوزك يجي. وانت زعلتيها بحاجه يا بنتي؟ والله يا حماية انت شايف بقوم الصبح بغسل مواعين وبنضف الشقه وبطبخ وبطلع احط اكل الفراخ فوق وماسكه متبهدله. هي طيبه بس هي ممكن تكون فهمت غلط، فهمت كده زي بعض يا بنتي. هجيب لك انا الاكل. كلمها والنبي يا حماية وقول لها انا اتاكل والنبي انا اموت